فلذلك لابد نهتم فيه، خاصة دعاة السنة، دعاة الأثر والحديث يحتاجون للدعاء، ولا بد يكون لهم وقت يدعون الله سبحانه وتعالى، خاصة في زمن يعني وقت استجابة الدعاء والمكان، وخاصة في قيام الليل لا بد دعاة السنة يجعلون لهم وقتا في الليل يقومون الليل ويدعون الله سبحانه وتعالى، يصلح أحوالهم وينشر دعوتهم ويحفظهم من شياطين الإنس والجن ومن أهل البدع في الداخل وأهل الكفر في الخارج، وطيب المسكن والمشرب وإلى آخره، ويدعون بالناصر أن الله سبحانه وتعالى ينصر السنة ويظهرها على البدعة، وينصر أهل السنة ويظهرهم على أهل البدع. وبعد ذلك يعني مع الصبر ترى فعلا أن دعوة أهل السنة تنتشر، دعوة أهل الحديث تدخل البلدان، تكسح البلدان وأهل البدع، ولا في أحد يستطيع يتكلم. إذا بيحاربك أناس من خلف الجدر، لماذا الله سبحانه وتعالى يسكتهم ويخرصهم لك وينصرك عليهم؟ وهذا شيء ظاهر لأهل الحديث أهل الأثر.